3 شهور بالظبط والواحد بيكمل 20 سنه. الواحد حاسس انه عجز خلاص. لو سنك تحت ال 20 سنه لازم تفهم ال10 نقط اللي هيتقالوا في الفيديو ده. انا مش جاي اقول لك كلام قريته او سمعته في فيديوهات، انا جاي اقول لك كلام انا بنفسي طبقته وانت كمان لازم تطبقه. اهلا بيكم يا جماعه في قناه جيم السلطان اللي عملتها مخصوص عشان ما تبقاش عطلان. لو مهتم بتطوير نفسك وانك تعلم من نفسك وتكون انسان جديد، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو. كتير من الناس هتيجي تقول لك ان السن اللي قبل 20 سنه ده سن انبساط، سن خروجه، سن رفاهيه ولعب مع اصحابك. السن اللي انت مش تبقى شايل فيه مسؤوليه، فلازم تفكر عن نفسك فيه عشان المسؤوليه جايه قدام. بس الكلام ده للاسف غلط. بس انا مش هلوم الناس اللي بتقول كده، انا هلوم الناس اللي مصدقه الكلام ده فعلا. الفيديو ده هيفيد جميع الفئات، سواء شاب او بنت، سواء كملت 20 سنه او ما كملتهاش. اول حاجه لازم تعرفها قبل سن العشرينات وهي ان مهاره الفلوس اهم من الفلوس نفسها. الفلوس مش كل حاجه، بس الاهم من الفلوس انك تعرف تجيب الفلوس ازاي، تعرف تكبر فلوسك، تعرف تجيب فلوس من العدم زي ما بيقولوا. يعني ما تعتمدش بس على مصروفك، ما تعتمدش بس على الدخل اللي بيجي لك. افرض في يوم من الايام انقطع، هتعمل ايه ساعتها؟ حاول تعمل اي حاجه تجيب بيها فلوس، لان الفلوس هي اللي بتتكلم وانت اللي بتعملها. تاني حاجه لازم تتعلمها قبل سن العشرينات وهي انك مش لازم تدخل كليه عشان تنجح. ايه ده، هو انت كمان هتقول انا ما نتعلمش؟ الموضوع مش كده. بس ياما ناس كتير اخدوا شهادات عاليه ما عملوش بيها حاجه. في ناس اخدوا شهادات واشتغلوا بيها، بس الغالبيه دلوقتي ما بيشتغلوش بشهاداتهم للاسف. فمش شرط ان يكون التعليم جامعي، ممكن يكون تعليم مش جامعي، تتعلم مهاره بسيطه تدخلك دخل كويس. ودلوقتي الكورسات مليانه على اليوتيوب وببلاش، ممكن تتعلم برمجه، تتعلم مونتاج والخ. ثالث حاجه لازم تعرفها قبل سن العشرينات وهي ان اصحابك هم اللي بيحددوا مستقبلك. هو انك تكون محيط بناس بتقول انك مش هتتاثر بيهم، انت كده بتضحك على نفسك. اقسم بالله العظيم الدايره اللي انت حواليها دي، انت لو مش شبههم دلوقتي بكره هتبقى شبههم. صحابك كلهم بيشربوا سجاير وانت ما بتشربش سجاير، قريب هتشرب سجاير. انا هنا ما بقولكش اقطع علاقتك بالناس اللي بتشرب سجاير مثلا، لا عادي، في زملاء، في صحاب، بس صحابك اللي انت مصاحبه واللي بتنزل معاه على طول وماشي معاه على طول هتبقى زيه. رابع حاجه وهو ان جسمك هو راس مالك الحقيقي. سالت اي شخص ناجح وبيفهم وقلت له ايه هو احسن استثمار في العالم، هيقول لك الاستثمار في صحتك، لان من غير صحه انت ولا هتعرف تعمل فلوس ولا هتعرف تعمل حاجه. فالرياضه هنا مش رفاهيه، الرياضه اكل صحي، نوم كويس، صحتك هي الاول فوق اي حاجه. اوعى تخلي عاده وسخه تتحكم فيك. الشخص القوي هو اللي بيعرف يسيطر على شهواته ورغباته. خامس حاجه وهي ان القراءه اسرع طريقه تتعلم بيها. والله الموضوع ده ولا كلام فيديوهات ولا كلام انا قريته ولا كلام انا سمعته، دي حقيقه انا طبقتها. لو كل يوم انت قريت 10 صفحات من كتاب، صفحه واحده من كتاب يفيدك، كتاب تطوير النفس، هتلاقي نفسك فرقت كتير جدا في الايام الجايه. مفيش شخص ناجح ما كانش بيقرا وما بيقراش. ناجح دايما كل يوم بيحب يطور في نفسه، بيحب يزود على نفسه 1%، يحب كل يوم يتعلم حاجه جديده. وانت بتكسل تقرا او مالكش في القرايه، ممكن تسمع فيديوهات للكتب او تسمع فيديوهات لتطوير النفس، بس الاهم انك تتحرك خطوه كل يوم. سادس حاجه وهي ان اللي بيضحك عليك النهارده هيشتغل عندك بكره. انت لو عملت حاجه مفيده في حياتك او حاولت تبدا في حاجه انت بتحلم بيها وحاجه هتوصلك لهدفك، هتلاقي الناس بتضحك عليك. والله العظيم بيحصل وهيتريقوا عليك. انا اول ما بدات اليوتيوب الناس كانوا بيتريقوا عليا وما زالوا بيتريقوا عليا وشايفين ان انا مش هعرف اعمل حاجه منهم، شايفيني بضيع وقتي وتشوف لك حاجه مفيده اعملها، شوف لك اي حاجه. اللي بيركز على حلمه واللي بيركز على هدفه، انت لوحدك بس اللي شايف النتيجه دي. انت بس اللي عارف انت ماشي ازاي، وعارف انت شايف ايه قدام، وعارف انت بتعمل ده دلوقتي ليه. انت بس رغم الانكسار اللي جواك والجرح اللي جواك عارف ومتاكد انك هتوصل في يوم من الايام. ما تخليش تريقه حد او ضحك حد عليك ياثر فيك. والله العظيم ياما اتضحك عليا وياما اتريقوا عليا، انا لسه ما وصلتش بس هوصل. واكتر حاجه بتحفزني ان اشوف شخص بيتريق عليا، تقول عليا مجنون، هقول لك والله ده اللي بيحصل. اول حاجه ودي اللي ممكن في ناس كتير تتخانق معايا فيها، وهي ان حياتك مش مسلسل تركي. يعني ما تقضيش حياتك في قصه حب كذابه. قصه الحب الكذابه دي هي بتضيع وقتك، بتضيع شغفك، بتضيع كل حاجه في حياتك. لو انت عارف ان العلاقه اللي انت دخلت فيها دي علاقه مؤقته ومش هتكمل، ما كنتش دخلت فيها من الاول. تعرف ان العلاقه اللي انت فيها دي سواء علاقه كذابه او لا، لان العلاقه الصح ولا بتعطلك عن شغلك ولا بتعطلك عن صلاتك ولا بتعطلك عن تمرينك ولا بتعطلك عن اي حاجه مهمه واساسيه في حياتك. العلاقه الغلط هتلاقيها بتعطلك عن كل حاجه، وهتلاقي انت في نفسك حاسس من جواك انها غلط. ملهاش لازمه انك تقعد تضيع حياتك ووقتك وجهدك وفلوسك في حاجه ملهاش لازمه. فوق واعقل. اوعى تعيش حياتك تدور على قصه حب او تدور على شريك حياه. والله العظيم هو بيجي لوحده، والله بيجي لوحده. شريك الحياه المناسب ليك هيجي لك لما انت تركز على نفسك. فمش عايزين نقضي بقى حب ولفلفه وكل الكلام ده، ركز على شغلك وشغفك وبس. تعمل حاجه، يمكن دي الحاجه الوحيده اللي انا لحد دلوقتي ما عملتهاش، هي ان السفر بيوسع عقلك.
انا سافرت كذا مره، سافرت مع والدي مع اهلي، انما انك تسافر لوحدك ده بيخليك تكتشف حاجات جديده انت ما كنتش تعرفها، حسسك انك عايش في عالم واسع جدا انت مش عارف كل اللي فيه، حسسك انك قليل جدا او انك متاخر جدا. ده بالنسبه للشخص الناجح بيشوفه حافز ليه انه يكمل في الاستثمار في نفسه اللي بيعمله دلوقتي. اما الشخص الفاشل بيحس نفسه متاخر فبيتصاب بالاحباط. تاسع حاجه لازم تعرفها، ودي حاجه مهمه جدا 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 جدا، هو ان وقتك راس مالك الحقيقي. ارجوك اوعى تستهين بوقتك. وقتك ده اهم من الفلوس، اهم من كل حاجه. استغل وقتك صح، رتب اولوياتك، صلاتك، شغلك، تمرينك وجيمك وصحتك، بعد كده اي حاجه تاني. عاشر واخر حاجه، وهي ان الفشل عمره ما كان عكس النجاح. بقول لك كده ده راجل ما بيفهمش ان الفشل ده هو جزء لا يتجزأ من النجاح. عمرك ما هتشوف ولا هتشوف شخص ناجح ما فشلش. الشخص الناجح ده الناجح بزياده هتلاقيه فشل مره واثنين وثلاثه وعشرة. كل ما الشخص كان ناجح كل ما هتلاقي عدد مرات فشله اكتر. اوعى فشل يزعلك، اوعى فشل يعطلك، فشل يخليك تبطل تحارب وتكمل. اول ما تتعرض لفشل اعرف انك ماشي في الطريق الصح، لان الفشل الحقيقي مش اللي بيفشل، الفشل الحقيقي اللي ما بيحاولش اصلا. لو وصلت معايا لحد اخر الفيديو يبقى انت من 1% من البشر. سهل الناس اللي بجد ما بتضيعش وقتها غير في حاجه بتفيدها. لو انت مهتم بتطوير نفسك وانك تعلم من نفسك، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان مفيش فيديو انزله يفوتك. بنزل هنا حاجات مهمه، حاجات هتطورك، حاجات هتعليك، حاجات هتخليك تسبق الجميع. زي ما بقول لك دايما، انسى اللي فاتك وخليك سلطان حياتك. اشوفك في فيديو جاي.